نتكلم على منتخب ماليزيا، المنتخب ايضا في مشاركاته او في تواجده في هذه التصفيات، ومنتخب سنغافورة. هذه ملعوبة رأسية تتحول، تعود مرة أخرى، هنا تدخل وإلى خارج أرض الملعب، هنا صافرة من حكم اللقاء إيقاف اللعب. يعني منتخب، حتى منتخب سنغافورة، يعني تخيل اليوم المنتخب السنغافوري اللي خسر من أمام منتخب يعني مش معروف على مستوى كرة القدم. كثيرا تتحدث عن منتخب أفغانستان، خسر منتخب سنغافورة ب 2-1. يعني هذه من الأمور اللي نتحدث عنها. اي نعم والله، تتكلم عن كمبوديا، ميانمار، تتكلم عن بوتان، تيمور الشرقية. يعني هذه الأسماء اللي ممكن تقول والله هي منتخبات تشارك، يعني الله يحييهم، يشاركون ويساندون ويكونوا موجودين يكملون المجموعات، لكن مش المنتخبات اللي مؤثرة. ولا طبعا الحقيقة اللي هذه المنتخبات ولتواجد هذه المنتخبات على مستوى البطولات، سواء على مستوى القارة الآسيوية أو على مستوى البطولات اللي تقام على مستوى شرق القارة وغرب القارة ووسط القارة. الحقيقة هذا ما نتحدث عنه من خلال هذه المباراة. طبعا هنا يلعب باس، واللقطة أيضا من جبال أيضا الثلج الموجودة وأجواء الباردة في ملعب اللقاء. هنا طبعا الملعب اللي يحتضن هذه المباراة، واللقطة اللي أمامنا طبعا الملعب. ألف سلامة. هنا الاحتكاك وينزف الدماء أيضا على، شوفوا تصادم بالمنطقة خلينا نقول الحرجة، أصعب منطقة، هي منطقة فوق العين ضعيفة جدا يا علاء، ضعيفة جدا يا علاء. ألف سلامة. لا يزال ينزف على علاء، إذا يغادر، ينقل بالسيارة إسعاف.